بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عمن تبعه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، هذه الحلقات ستكون عن موضوع الصحابة وعدالة الصحابة، وهل يأتي من بعدهم من هو أفضل منهم، وهل فيهم فسقة وظلمة، وهل كلهم عدول أم ليس كلهم عدول، وما أشبه ذلك. وهذا موضوع يعني مهم مهما حاولنا أن نتغافل عنه. الجميع خلاص مصاب بهذه الخصومة. يعني حتى الآن لو هناك أمور سياسية أو اجتماعية، إذا اختلفت مع شخص يعيدك لهذا، يعيدك للسؤال: هل أنت سني أم شيعي؟ ليش؟ حتى يرجعك للصحابة. فللأسف يعني نجح الشيطان في وضع لفظة الصحابة كصنم معبود من دون الله. طبعا هذه ربما لو البعض يقول مبالغ، أنا أبالغ في هذا الكلمة، لكن ما معنى العبادة أيضا في القرآن هي هذه. يعني تجد الواحد ما يعقل ولا يسمع ولا يبصر إذا أتت كلمة الصحابة. هذه مشكلة، وهي بلاء عام. هي بلاء عام. يعني ربما عند السنة بالاتباع والتضخيم، وعند الشيعة أو بعض الشيعة ربما بالتقزز من هذا الاسم والنفور منه، لكثرة ما يعني يتصورون بأن الصحابة هم عارضوا النبي وعارضوا أهل بيته وقاتلوهم وأخذوا الخلافة منهم. عند الشيعة تصور هكذا، يعني شبه التعميم للأسف. وعندنا تعميم، يعني عند خاصة السلفية عندهم تعميم في الثناء والعدالة وامتلاء الروح، امتلاء القلب وامتلاء النفس منهم. فإذا وجدت أن الأمة الإسلامية قد نجح الشيطان في تقسيمها بين قلوب ممتلئة بالصحابة وقلوب نافرة من كلمة الصحابة، معنى هذا أن الخصومة ستستمر. هو صنم في الجانبين، يعني صنم يعبد بغضا ويعبد اتباعا. نحن نريد أن لا نتعبد لا بحب ولا ببغض، نتعبد بالنص. هل النص فصل فيهم أم لا؟ طبعا لا يحق لي أن أتحدث الأمانة عن الطرف الشيعي، لأنني أجهل كثيرا من الواقع الشيعي التفصيلي. نحن عندنا الظواهر فقط. في ظواهر يعني شيعية قد ما تكون معممة على جميع الشيعة. المقصود لا يهمنا الآن سنة ولا شيعة، لا يهمنا مذهب ولا حزب، يهمنا الصحابة. هذه الكلمة التي امتلأت بها القلوب، إما نفورا منها أو بغضا لها. إيش القصة؟ ما هي القصة بالضبط؟ يعني وخاصة في جانبنا، جانب السنة، أرى هذه المبالغة. حتى العقلاء أمثال أخونا الشريف حاتم العوني، يعني في محاضرته التي أوردت رابطها، يقول كلهم عدول إلا مسألتان: من ارتد أو ورد فيها النص بس. طيب مسلم بن عقبة لا ثبت أن اللي استباح المدينة لم يثبت أنه ارتد ولا ورد فيه نص، ماذا تفعل فيه؟ أبو الأعور السلمي، زيد من الخوارج، زيد بن حسين الطائي رأس الخوارج، حرقص بن زهير رأس الخوارج. يعني حتى الأخوة العقلاء الباحثين أمثال الشريف حاتم العوني ونحن نعده تطور، هو يعني ينقد كثيرا من الآراء السلفية، إلا أنه بقي فيه هذا التخوف من أن يجعل الصحابة كغيرهم يعرفون من النصوص ومن الوقائع التاريخية. بمعنى لو واحد أجرم مثل مسرف بن عقبة الذي استباح المدينة، حتى لو لم نجد فيه نصا بعينه أو لم يثبت أنه ارتد، نذمه بالنصوص الأخرى لأنه ظلم وقتل وأمر ببيعة الناس على أنهم خول وعبيد ليزيد، يفعلوا في دمائهم ما شاء وأموالهم وحريمهم. ما هذا؟ فالمقصود إذن الآن نحن نريد أن المقدمة هنا، طبعا دعك من أخونا الآخر محمد الحسن الدول الموريتاني، هذا متطرف في موضوع الصحابة، يعني لدرجة أنه إذا أتت آيات مثل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول لا كلهم يريدون الجنة. يا سلام! يعني رأيت هذا في لقاء بانعنا معه الأخ أظن خالد. طبعا أنا أعرف الأخ محمد الحسن الدول، كان زميلنا في الجامعة، كان قبلنا ب3 سنوات، وكان يوصي بي للأمانة يعني في موضوعات التاريخ وكذا، كان يقول اسألوا حسن البالكي. لكن الأخ يعني بقي من يعني
من الطرف السلفي أو من في موضوع الصحابة. قد لا يكون سلفيا في موضوعات أخرى أعرف أنه، لكن في موضوع الصحابة بقي على رأي ابن تيمية وعلى رأي يعني النظرية العامة التي تقول بعدة الصحابة وتتوجس من وضعهم تحت النقد العلمي. هذه مقدمة. المقدمة التالية أو الموضوع التالي نسأل عن أهم آية أو ربما أهم آيتين يستدل بهما في عدالة كل الصحابة وأنهم في الجنة. لننظر يعني ما نذهب للآيات الأخرى، الآيات الأخرى في الذم أو العتاب أو كذا، لا، أنت اذهب إلى يعني ما الحجة الأولى عندهم من القرآن، بعدين السنة ما هي الحجة العليا. لأننا حقيقة كما قلت، لأن موضوع الصحابة أصبح صنما، أصبح يثير الجنون. أنا أتحدث عن محيطي، عما أشعر به من السلفية. موضوع الصحابة 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 الصحابة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني ما يستطيع الواحد معهم يعني أن يقنعهم بأن يقرأوا، بأن يسمعوا، ويقفزون من شيء لشيء. إذا ألزمته بالقرآن قفز للسنة، وإذا ألزمته بالسنة قفز لأقوال السلف، وإذا ألزمته بأول السلف وهم أهل بدر قفز للتابعين، وإذا ألزمته بالتابعين قفز لأهل الحديث، إذا ألزمته بعض شيوخ البخاري أو مسلم قفز. يعني ما تلحق به، حتى لو ما تلزمه ابن تيمية يقفز أيضا لابن جبرين، وإذا ألزمته ابن جبرين قفز بجنبه ابن عثيمين. يعني شيء عجيب. هذا ما معناه هذا؟ معناه أنه خلاص عندي شيء في قلبي ورثته وأحببته وأشربت إياه ولن أغيره، لا بقرآن ولا بسنة ولا بنبي ولا بصحابة ولا ببدريين ولا بعلماء ولا بسلف ولا بخلف. خلاص إذا قل لنا من البداية، أنت قل لنا من البداية أنك مصر على هذا الرأي، أنه أبدا عدالة جميع الصحابة وأنهم كلهم عدول وكلهم في الجنة وكلهم كذا. قل لنا أنه مهما أتيتم لنا بأدلة من القرآن، لو جئتم بالله والملائكة قبيلا لن نأخذ، حتى نرتاح، ما نتحاور، حتى نرتاح. كل له يعني رأيه، لا إكراه في الدين. فكيف يكون هناك إكراه في المسائل المذهبية أو الاختلافات العلمائية أو العقائدية أو الفقهية وما أشبه ذلك؟ فهذه هي المصيبة الأولى التي لا يدركها المتعصب لكلمة الصحابة كلهم عدول. هو لا يدرك أنه إذا تشرب بهذه النظرية كثيرا من باب الخصومة ومن باب الزيف التاريخي، أنه خلاص زيف عقائدي تاريخي أصبح مستقرا في قلبه، وازداد بخصومة ضد الشيعة، وازدادت فوقه بطبقة من الاصطفاف السياسي، وازداد بطبقة من الجدل في الانترنت. خلاص أصبح تحت طبقات ما يستطيع أن يخرج منها إلى الله عز وجل. هذه أظلمت عليه وخلته في نهاية في القاع. تصور أنت داخل بئر، وفوق وفوقك حوالي 20 صخرة مدورة تضغط عليك، ما تستطيع إلا إذا كنت قويا بدرجة هائلة، تكون قوي إيمانيا بحيث تقول لا، أنا سأذهب إلى القرآن وماذا قال الله، أنا عبد لله، لست عبد لا لمذهب ولا للسياسة ولا للخصومة ولا للطائفة ولا للسنة ولا للشيعة ولا كذا. هل تستطيع؟ جرب. طيب، إذا سنذهب الآن تقريبا نأخذ آية وكلا وعد الله الحسنى، وسياقها هذه التي هي أعلى آية يستدلون بها في الشهادة لجميع الصحابة بالجنة، وأنهم كلهم وعدهم الله، سواء من قاتل من قبل الفتح أو أنفق من قبل الفتح وقاتل، أو من فعل ذلك بعد الفتح وقاتل، الله وعدهم في الجنة وأن كلهم لهم الحسنى وخلاص. ماذا تريدون من بعد؟ هذا اختيار الله واصطفاؤه ورحمته، وأنتم مش دخلكم أيها الباحثون أو المنقرون عن التاريخ. الآن كما قلنا سنستعرض ربما أبرز آيتين يعني يذكرهما التيار السلفي خاصة، وخاصة الغلاة منه، أو ربما التيار السلفي كله، في موضوع عدالة الصحابة وأنهم كلهم في الجنة. حتى ابن حزم الظاهري قال مثل هذا، وأنهم كلهم في الجنة،
وأنهم كلهم مرضي عنهم، وأنه خلاص أنت لا تقول ولا حرف. ما هي الآية؟ أول آية يستخدمها هي قوله عز وجل نعم لا يستوي منكم، انظروا يقولون الآية من وسطها، ترون هذه ليست أول الآية، سأذكر لكم سياقها. يقول يعني الشيطان أقنع الأمة بأن هذه بداية الآية، والشباب كلهم مقتنعون، الشباب السلفي، أن بداية الآية هي هذه، يعني هكذا، في ما يحفظون حتى بداية الآية التي تفسر ما فضلا عن السياق. ماذا يقول؟ لا يستوي منكم من أنفق، الآية تقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه يحفظونها. كيف يفسرونها؟ يفسرونها أنه خلاص الذي أنفق قبل الفتح وقاتل أو بعد وقاتل خلاص كلهم وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة، ووعد الله يتحقق، وانتهينا. طيب خلونا نقرأ الآية من أولها، ثم نقرأها من سياقها، ثم نربطها بكلمة الحسنى في القرآن، ماذا تعني وما هي جزاؤها وما هو وعد الله أصلا هنا. الآية من أولها نفس الآية، الله يقول عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن الآن كأنه تبين لنا شيء ثاني، كأنه في عتاب أنهم ما ينفقون، كأن الآية تعاتب أنهم لا ينفقون، وأنه يحثهم، وأنه يقول لهم ترون من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أو بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله بالحسنى لكنكم لا تنفقون. هذا كأن المعنى، وسيتبين بالسياق أيضا بمعنى أوضح، سيتبين بأن هذه الآية تتحدث عن أقلية داخل الصحابة وليس كل الصحابة، حتى من أنفق من قبل الفتح. انتبهوا، نعيد قراءة الآية، ومشكلتنا في عدم التعمق، في العجلة. الشباب السلفي يسوقهم الشيطان بعصاه، بسرعة 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 بسرعة، يلا يلا ردوا على الشيعة، شوية شوية يا أخوان، اهدأوا، أعوذ بالله من الشيطان. سأقرأ ما قبل هذه الآية بسياقها. يقول الله عز وجل من الآية 7، طبعا هذه الآية رقمها 10 في سورة الحديد، والحديد متأخرة طبعا في العهد المدني، يمكن من أواسط العهد المدني أو في أواخره. سأقرأ من آية 7، يعني من 7 إلى 9 التي فيها هذه الآية. اسمعوا ماذا يقول الله: آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر، يعني ما آمنوا خلها في بالك، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم، طبعا هذه الآية، هذا السورة قبل إسلام معاوية، يعني غالبا يستدلون بها على فضل معاوية وعمر يعني وأبو سفيان وكذا بأنهم بعد الفتح وكذا. هذه نزلت قبل الفتح أصلا، قبل فتح الحديبية، من أواسط العهد المدني حول العام الخامس تقريبا. يعني ماذا أريد أن أقول؟ أن معاوية وجماعته ليسوا مقصودين أصلا، لا من الذين قبل الفتح وقاتلوا ولا من بعد وقاتلوا، ولم يقاتلوا قبل الفتح إلا رسول الله، ولم ينفقوا إلا ضد رسول الله. بعد الفتح أيضا لم يقاتلوا لا مع رسول الله، ولم ينفقوا إلا الأموال في تجميع القبائل للعمل على مؤامرة جديدة لاغتيال النبي وتولية صديقهم أبو عامر الفاسق مسجد الضرار. هذا قضية ثانية يعني على أي حال، يعني هم خارج الكلام الآن. وبينما الأخوة السلفية عندما الشباب السلفي عندما يردون هذه الآية همهم معاوية فقط، ما همهم شيء ثاني، همهم رقم 1 معاوية. والآية نزلت أصلا قبل أن يسلم، يعني ليس مقصودا، والفتح المذكور في الآية ليس المقصود فتح مكة، المقصود فتح الحديبية. نعم هذه نزلت بعد الحديبية، سورة الحديد بعد الحديبية، يعني هي كما عندي في حديث برنامج سيرة النبي عندي ترتيب يعني اجتهادي، لكن بالإجماع أن كل الذين تحدثوا عن ترتيب القرآن هذه قبل فتح مكة بالإجماع، فليس فتح مكة مقصودا أصلا. سيأتي
نعيد قراءة السياق. آمنوا بالله ورسوله، هذا عتاب لمن؟ المهاجر والأنصار الذين باقي إيش ما فيهم الطلقاء والأعراب. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن ليس كل الصحابة حتى قبل فتح الحديبية ليسوا كلهم تنطبق عليهم أنهم أنفقوا وقاتلوا، فاهمين؟ لأن هنا قال فالذين آمنوا منكم، لو كانوا كلهم ماذا ستكون الآية؟ فيصبح فلكم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ولكم أجر عظيم كلكم. لكن لا، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا فيه نوعية من فيه قسم داخل الصحابة من قبل الحديبية أصلا، قبل ما يأتي معاوية والطلقاء، العتب فيهم أنهم قليلي الإيمان والإنفاق. وسيأتي في السياق أنه بشر الذين أنفقوا منهم وقاتلوا، يعني أنفقوا بشروط الإنفاق من عدم الرياء، وقاتلوا بشروط القتال من عدم السمعة، هؤلاء لهم الحسنى. فريق صغير جدا من الصحابة من قبل الحديبية، يعني وهم 1500، يعني لأن الآية وإن نزلت السورة وإن نزلت بعد الحديبية، إلا أنه لم يضاف بعد الحديبية إلا القليل، يعني هم 1500 تقريبا الذين كانوا في الحديبية هم الذين فتحوا خيبر في العام السابع. 1500 وال1400 و1300 على خلاف الذين بايعوا تحت الشجرة هم نفسهم الذين فتحوا خيبر، بإضافة يمكن حوالي 200 ممن حول المدينة. طيب، أعيد أيضا قراءة السياق. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يعني الآيات كلها في العتب وليست في المدح، انتبهوا. سيتبين بأن الذين أنفقوا من قبل الفتح أنهم أقلية جدا. تعالوا، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا الطرف الله يقصد، هذا الطرف القليل الذي أنفق من قبل فتح الحديبية وقاتل، وأنفق من بعد، أو الذي أنفق من بعد الحديبية وقاتل وكانوا صادقين في الإنفاق والقتال، ليس رياء ولا سمعة ولا ليقال جواد ولا ليقال في شروط أخرى ولا ليقال شجاع ولا للغنيمة. هذا الطرف وعدهم الله الحسنى. فانظروا الآن كيف عمموا هذه الآية ولم يقرأوها أصلا، لا الآية كاملة ولم يقرأوا سياقها كاملا. لماذا؟ كما قلنا لأن الشيطان يسوقهم سوقا بالعصا بضربات محرقة، انطلقوا وردوا وجادلوا، وجبه الشيعة وجبه كذا. يا جماعة ليست المسألة خصومة ومعركة، المسألة فهم الله ماذا يريد، أن نفهم الله ماذا يريد، أن نفهم قوله، أن نتدبر قوله، أن نهدى. والتدبر لا يأتي مع العجلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأقفال، قفل الخصومة، قفل التمذهب، قفل العجلة، قفل يعني أقفال كثيرة. كما قلت وأنت داخل البئر هناك حوالي 20 صخرة مدورة على شكل الرحى فوقك، كيف تستطيع أن تتجاوز؟ لا بد من الهدوء، يعني لا تكثر الأقفال على نفسك. اقرأ وتدبر كتاب الله أولا، ولا تخشى بأن كتاب الله سيضلك. البعض لا، نخاف القرآن نروح للسنة، وإذا راحوا السنة حصلوا الغدير ولا حصلوا المنزلة ولا حديث عمار، هربوا من السنة إلى أقوال العلماء وفهم السلف الصالح. وإذا وجدوا الشافعي فهم أو أبو حنيفة خلاف فهمهم ذهبوا إلى فهم أيوب السختياني أو ابن بطة أو وكيع بن الجراح. هذا لعب. هذا أنت كذا تلعب بدينك. لا تخشى من القرآن، ابقى مع القرآن. اهدأ الله يبارك فيك. ابقى مع القرآن، ثق في الله عز وجل. ائتي القرآن متعلما ولا تأتيه معلما، ائتي القرآن طالبا ولا تأتيه أستاذا، ائتي القرآن طالبا من الله أن يهديك الحقيقة ولا تأتيه متكبرا بالمذهب. أنه تعال أيها القرآن، تبغى توافقني بشوف، إذا عندك أشياء تصلح العقيدة حياك الله، إذا ما تبغى ترى عندنا غيرك، عندنا الواسطية والطحاوية وعندنا ابن تيمية. هذا كبر، هذا ما يجوز.
نصيحتي خاصة للشباب السلفي، لا يتكبر. إيش معنى التكبر؟ التكبر أن ترى نفسك كبيرا بالمذهب، بالكثرة، بالعلماء، بالدعاة، بالقنوات. لا ترى نفسك كبيرا، يعني لابد أن تتواضع. الله لا يهدي المتكبرين. الله يهديك إذا كنت متواضعا، إذا جئت إلى الله تقول يا رب علمني. نفس الشيء، يعني لا تخشى على نفسك أنك ستذهب إلى مذهب آخر. أنت فقط يجب أن تريد الحق أينما هو من القرآن الكريم أولا. بعد ذلك لا تهمك المذاهب هذه. المذاهب هذه هي اتجاهات نتيجة فعلك أنت، نتيجة ما تفعله الآن أنت من العجلة ومن الجدل وكذا. هي نشأة المذاهب هكذا، فعل وردة فعل وسياسات واصطفاف سياسي ومذهبي. دعك من هذا كله، لا تعبد الخصومة ولا المذاهب ولا الظروف السياسية ولا الاصطفاف. تعلم دينك. إذا أعيد قراءة هذه الآية، آسف أنه وصلت 11 دقيقة. أعيد قراءة السياق لترون أن هذه الآية التي يعدونها هي شهادة لجميع الصحابة بالعدالة والجنة، هي نفسها دليل على أن الأقلية فقط وعدها الله الحسنى. الأقلية لسياق العتاب. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، هو يعاتب. آمنوا بالله ورسوله، الآية 7. نعم، آمنوا بالله من سورة الحديد من آية 7-10. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم، إذا مو كلكم، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كلها ضمير مخاطب، أنتم أنتم أنتم، باقي ما خرج من الظلمات إلى النور، كثير منهم على الأقل. الله يستثني الأقلية، ودلاء القرآن كثيرة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل، ما قال أنزل ليخرجكم خلاص أنه أخرجكم، لا زال ينزل حتى يهديكم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف وله أجر كريم. وهكذا السياق كله. تبغون يعني تحبون نكمل السياق؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا. إذن الفريق الذي يخاطبها الله فيها المنافقين وفيها المنافقات وفيها المؤمنين وفيها المؤمنات، فيها المقاتلين المنفقين لوجه الله وفيها المنفقين رياء، فمثله كمثل صفوان عليه ينفقون أولهم رئاء الناس الذي ذكره الله في أول سورة البقرة. كل هذا موجود في خليط المجتمع النبوي، هذا هو خليطه. فالله لما يثني على الذين أنفقوا بمعاييره هو وقاتلوا بمعاييره هو من قبل الفتح أو بعد الفتح، فتح الحديبية أو بعدها، هذا وعدهم الله الحسنى. سهل جدا يعني. فلا يحتاج أن يأتي مثل ابن حزم رحمه الله، يعني نتيجة طبعا الأموية الأندلسية، ويلا يبغى يحشر الناس كلهم، مع أنه هو نفسه يذم الوليد بن عقبة وغيره وهو على منهجهم ممن أتى بعد الفتح. نواصل في سورة الحديد التي فيها الآية الكريمة التي يستدل بها الشباب السلفي أو الكبار والصغار على أن الله عدل جميع الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالجنة وأنت مالك دخل. نقول لهم يا إخواننا الكرام اقرأوا فقط الآية كاملة على الأقل، ثم اقرأوا سياقها، ثم اقرأوا هذه الآية مقارنة مع الآيات الأخرى. لا تضربون القرآن بعضه بعض، آمنوا به كله. فالذين يضربون آيات الله بعضها بعض الله قد جعلهم الكافرين حقا، أولئك هم الكافرون حقا. مشكلة. فلا تغتر، لا تذهب بك الخصومة بعيدا. نواصل السياق ما بعد هذه لما ذكر الله المؤمنين والمنافقين. تمام. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى
إذا محمد والذين معه تذكروها، لأنه ليس أي معية مع النبي، حتى المنافقين كانوا معه. المعية الشرعية هذه تفسر لنا الآية الأخرى، محمد والذين معه شدة على الكفار، قالوا خلاص كل الصحابة ألم يكونوا معه، خلاص يأتونك هكذا يعني بعنجهية شوية شوية. اسمع الآية، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. المنافقون والمنافقات كانوا معهم، ليس أي معية. المعية الشرعية الصادقة التي تتبع النبي تختلف عن معية من أجل الغنيمة ومن أجل السمعة ومن أجل وكيف تعرف أنت تفصل بين الغنيمة والرياء والسمعة والجد والإخلاص وكذا؟ هذا موضوع ثاني. بس أهم شيء الآن تؤمن بالمقدمة. ينادونهم يعني المنافقين ينادون المؤمنين في الآية طبعا 14 من سورة الحديد، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ماذا؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إذن هذه موجودة في بعض الصحابة المنافقين الذين كانوا مع النبي، يقولون للصحابة الصادقين انظرونا، ينادونهم ألم نكن معكم في بدر وفي أحد وربما في الخيبر في كله، ربما من أيام بدر. سأثبت لكم في سورة الأنفال أنه من أيام بدر كان النفاق موجود. اتركوا الروايات بعدين نشوف الروايات الأحاديث عادي، ما عندنا أي مشكلة. نحن فقط لا نريد ضرب القرآن بعضه بعض، وإنما يفسر لنا القرآن بعضه بعضا، بعضه يفسر بعضا. يعني في بدر نزل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، سيأتي. والتربص سيأتي، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. متى كان استحواذ؟ متى كان للكافرين نصيب؟ وذكرهم المنافقون بأنهم استحوذوا عليهم قبل، يعني منعوهم من المؤمنين ما يقتلونهم. بعدين سيأتي تفصيل هذا، أو ما أدري والله يمدي، لكن القصة الآيات شوف كيف ترجعك. الفتنة أرجعتك للآيات، ولكنكم فتنتم أنفسكم. ابحث كل آيات الفتنة في القرآن. وتربصتم، ابحث آيات التربص في القرآن. وارتبتم، ابحث بآيات الريب. وغرتكم الأماني، ابحث آيات الغرور. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم هذا معنى أن القرآن يفسر بعضه بعضا. يعني الآية التي انتزعوها لا يستوي منكم من قاتل من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ذكرنا أنهم لا يجرؤون على ذكر الآية كاملة. الآية نفسها يأبون أن يذكرونها كاملة، فضلا عن أن يذكرون سياقها ما قبلها وما بعدها، فضلا عن أن يفسروا الألفاظ التي فيها في الآيات الأخرى، لأن مشروحة في الآيات الأخرى ومبينة. القرآن نظام يفسر بعضه بعضا، نظام جميل جدا، لكنه أبد يقتطفون. حتى أحيانا يقولوا وكل وعد الله، يأخذوها فقط، كل وعد الله الحسنى، يأخذونها مع حديث مع رأي ابن تيمية وخلاص. إذا لم تؤمن فأنت كافر وزنديق ورافضي وكذا. هذا عبث، هذا مرهق، هذا مرهق للحقيقة، لأن الحقيقة تحب أن تتقدم، ما تحب الحقيقة تبقى. يعني ما تستطيع أنت أن تؤمن بالباطل وتمشي مع الأحمق، وهو لأنه أحمق ما يستطيع أن يصدقك. طيب يا أخي خلاص نرجع القرآن جميعا، اهدأ، الله يبارك فيك، اهدأ وتعلم. طيب نواصل السياق، نفس الآيات، نواصل حتى يتبين لكم هذه الآية من أين أخذوها. من وسط السياق كله نقد، كله ذم للواقع، لواقع ما يسمى المجتمع في عهد النبي أو ما يسمى الصحابة، اسم عام سيأتي على تعريف الصحابة إنه اسم عام. يقول فاليوم لا يؤخذ منهم فدية، يعني الذين تربصوا وغرتهم الأماني وكذا إلى آخره. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم يقول في الآية 16 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني يعني الآن وصلتم إلى العام السابع، يمكن آية سورة الحديث العام السابع الهجري، باقي يعني ألم يأن لكم أن تخشعوا، ألم يأن لكم أن تؤمنوا، ألم يأن لكم تتذكروا الميثاق الذي واثقكم به.
ألم يأن لكم أن تنتهوا عن الرياء والسمعة؟ ألم يأن لكم أن تؤمنوا بالله وتنفقوا؟ ألم يأن؟ هذا عتاب، هذا من أول المقطع، يعني من الآية تقريبا هي نعم من الآية السابعة تقريبا إلى نهاية الصورة كلها عتب. استخرجوا اقتطعوا من وسط هذا العتب فئة قصدها الله بالمدح ووعدها بالحسنى، اقتطعوها اقتصارا بقوة وضموها لعقائدهم وضربوا بها العالم. هذا عبث بدين الله. نعم القرآن فوق رؤوسنا، تعالوا نذهب للقرآن. السنة فوق رؤوسنا، تعالوا نذهب للسنة. الصحابة المؤمنين الصادقين الذين تنطبق عليهم الآيات بأنهم لم يتربصوا ولم يفتنوا، تعالوا ننظر ماذا قالوا، وهكذا ما في أي مشكلة. فلذلك يقول الله ألم يأني، الآية 16، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حتى روي عن بعض الصحابة أنه قال والله يعني نزلت هذه الآية كأنه يتحسر، يعني يوردها فيها، ظننت أننا قد بلغنا كذا حتى نزلت هذه الآية. مثل ما قال ابن مسعود أيضا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال لم أكن أعلم أو لم أكن أظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، لأنه صالح ابن مسعود فيظن الناس مثله، غالبا الصالحين يحسبون الناس مثلهم. تمام. والأحداث تفرز الناس، تفرز المنافقين والذين في قلوبهم مرض والجهلة والمترددين وأتباع الكثرة وأتباع الإعلام العام والرأي العام، معروف، والشعوب تجرد، ونحن نرى كل يوم نرى أمثلة. تمام. ألم يأني للذين آمنوا، يعني ألم يحن، ألم يأني من الآن، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ألم يأن أن تكونوا من هذا القسم ولا تكونوا من هذا القسم، يعني ماذا؟ أنكم لازلتم في مجملكم أو في كثير منكم من ذلك القسم الذي طال عليهم الأمد. هذه الآية في سورة يعني العام السابع للهجرة، يعني في أواخر النبوة. يعني أنتم صحبتم النبي ورأيتم، ألم يأن، يعني لماذا لم تستفيدوا، لم تقتبسوا من هذا النور، لم تخلصوا، لم تطهروا قلوبكم، لم تؤمنوا الإيمان الذي يريد الله، لم تنفقوا بلا رياء ولا سمعة، لم. تمام. هذا الآيات هكذا. فماذا يقول السلفي الشاب المتحمس إذا أتى ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم؟ ماذا سيفسرها؟ ربما يقول أراد القرآن ناس في القرن الرابع، يعني هذا لعب. هذا لماذا تهرب مما أراد الله أن يكشف لك ويبين لك حتى تستطيع أن تفرز؟ لأن الله قد وعد بالفرز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. البلاء أتانا من معاكسة الله في فرزه واتباع الشيطان في جمعه. نحن جمع، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون. نبغى الناس كلهم كويسين وكلهم صالحين لأنهم متأثرون بالعقلية الجاهلية التي تحتج بالكثرة. العقلية الجاهلية هكذا إلى اليوم، نحن أكثر منكم، هذا الكبر، يعني تستكبر بالكثرة وبالمال وبأنهم أكثر وأنهم أكثر أموالا وأولادا. هذه حجج الكفار غرسها الشيطان في عقول المسلمين وقلوبهم، فهم إلى اليوم باقي عندهم الكثرة دليل، والكثرة في الأموال والأولاد والصوت العالي هذا ليس من دين الله أبدا. القرآن كله ضد هذه الأخلاق. إذن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. هذا إيش معناه؟ ما دام أنه قال ألم يأني، معناه أنهم كالذين أوتوا الكتاب، أنه طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا. ثم يرجع الله عز وجل يعطيهم أمل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا جماعة اعقلوا، ترون التوبة ممكنة، أو حتى وإن ماتت قلوب كثير منكم وفسدت، الله يحيي الأرض بعد موتها، فاعقلوا وارجعوا، يلا أعطيناكم فرصة. كل مرة الله يفتح لهم منفذا للتوبة. ثم يعطيهم الصفات التي يجب يعني أن يتبعوها في الإنفاق. كانوا بخيلين، أشفقتم أن تقدموا بين يدي رسول الله صدقة؟ الله عاتب، يعني ليش؟ لماذا لا تقدموا عندما فرض عليكم صدقة بسيطة أن تقدموها بين يدي؟ وسيأتي، أظن ما أحب أن أقول كل شيء سيأتي، لأن القرآن قائم على هذا أصلا، قائم على عتب الصحابة من أوله إلى آخره، قائم على الفرز وعتب لعله أكثرية
لا تنفق مترددة متربصة فيها فتنة فيها غرور. كل القرآن في صفة الواقع النبوي، والنبي كان يعاني من هذا الواقع، والقصص تملأ القرآن، ومع ذلك لا يرونها. يقتطفون مثل هذه الآية من وسط جزء من آية، يقتطفونها ويمشونها على الناس كلهم، ويقولونها فوق المنابر وفي القنوات، والناس خلاص يقولون والله يا أخي كشفوا لنا علم عظيم ما كنا نعرف. لا 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 لا، هم كشفوا لكم جهلا. الشيطان شاطر، يعني الشيطان ما يأتيك بنظريات ماركس، لا، الشيطان يغرف من القرآن والسنة، ولكن على مزاجه، ويشكل هذا المزاج هذا اللعب وضرب القرآن بعضه بعض، وضم ما يفهمه من باطن بعضه مع بعض، ويشغلنا كما ترون اليوم نحن في فتن وحروب وبغضاء بسبب هذا الاجتزاء الشيطاني من الدين، النسخ الشيطانية التي يظهرها، ويتبعون الناس وهم يظنون أنهم على حق. كثير منهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما تظنون أن الذين يظهرون في وصال وصفا والقنوات الفتنة أنهم يعني أن كلهم يعرفون؟ لا لا، هم لم يدققوا، لم يتدبروا القرآن، أقفلوا على سمعهم وبصرهم وعقولهم وقلوبهم، فوصلوا إلى أن الطرف الآخر يعني معاند للقرآن، وأن الطرف الآخر هو مبغض للصحابة. لا، ليس هذا. القضية فيها فرض، الله وعد بفرض إلهي، ولا بد أن نعرف دلائل هذا الفرض من القرآن الكريم. ثم يقول نعم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. موضوع الصحابة المقلق والمتشاتم به والمتعادى به والمتباغض به بين المسلمين، والمفترض ألا يكون هناك تشاتم ولا تباغض، وأن يحتكم الجميع إلى قطعيات الكتاب، إلى كليات الكتاب والسنة، وسيجدون فيهما الفرز حقيقة. لن يجد فيهما هذا الجمع الذي يفعله شباب السلفية وشيوخه. الخطأ من هنا. نعم، بعدين في آخرين يبالغون ويسبون ويشتمون من لا يستحق، هذا موضوع ثاني، لكن البلوى العامة التي أراها كلمة الصحابة، وأن الله قد رضي عنهم كلهم وعدلهم كلهم ووعدهم بالجنة كلهم، فخلاص ما يحتاج تقول 10 مبشرين، الجميع مبشرين. وحتى نص حديث العشرة يعني يحتاج إلى بحث يعني وتدقيق، لأنه أصلا ليس صحيحا، بس ليس هذا موضوعنا. تعالوا كما قلت، أخذنا في المقطع الأول أعطينا مقدمة عن محمد الحسن الدو والأخ حاتم العوني، طرفان سلفيان، أحدهما متشدد مع النظرية السلفية، والثاني وهو العوني يحاول أن يخفف من النظرية العقائدية السلفية بعدالة الصحابة، استثنى كما قلنا المرتد ومن ورد فيه نص، لكن لم يستثني الظلمة ممن لم يرد فيهم نص ولا ارتدوا ردة صريحة. وذكرنا مثال مسرف بن عقبة وأبو العرى السلمي وبعض رؤوس الخوارج وبعض رؤوس البغاة، ما فيهم نصوص خاصة فيهم. إذا قلنا بأن النص ورد في الوليد بن عقبة وفي معاوية وفي فلان وفي فلان، طيب في ناس ما ورد فيهم النصوص، فلا، المفترض أن الكتاب يبقى يحكم. هو لن ينزل في 120 ألف صحابي في كل واحد نص أنه يا صالح ولا طالح، لا، يبقى القرآن يحكم عليهم، من أساء له السوء ومن أحسن له الثناء وله المدح وله الثناء وله المحبة، ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا يبقى في منطقة الاحتمال والترجيح، يعني يبقى محل نقد، محل اختلاف، محل سعة أفق بين المسلمين. نواصل إذن فالله عز وجل ذكر كما قلنا في الآية التي ذكرناها قبل، وهي أبلغ آية يحتج بها الذين يبالغون في الصحابة بأنها آية شاملة. ننتقل لألفاظ منها، طيب، التي هي قوله عز وجل طبعا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
طبعا ما يذكرون الآية من أولها كما قلنا. الشيطان يقول لهم لا، اتركوا أول الآية واتركوا سياقها فقط، احفظوا هكذا، احفظوا فقط: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. طيب نبقى فيها، نبقى فيما حصرنا فيها الشيطان ومنعهم. طبعا ما حصرني أنا، لكن أتكلم عن الظاهرة تلك. نبقى فيها، هل هي كافية؟ بمعنى لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه الآية لما كفت في شمول جميع الصحابة. لو لم ينزل الله من القرآن إلا قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، لو لم ينزل إلا هذه لما كفت في الثناء على الظالم والمسيء وقاتل ومستبيح المدينة وهادم البيت الحرام وقاتل عمار ولاعن علي على المنبر. ما بتكفي، ورؤوس الخوارج والمفسدين. ما تستطيع ما تستطيع أن تقول أن الله يشملهم بهذه الآية. لماذا؟ لأن الإنفاق في الدين، في الأديان، مرتبط بشروط. ليس أي من أنفق، ليس كل من أنفق. من أنفق هنا ينبغي أن تحسن الظن بالله وأن تقول يريد من أنفق لله، وليس أنفق لا سمعة ولا رياء ولا غير ذلك. ما الدليل؟ يعني هذه القرآن مليء يا أخي بأنه ليس كل إنفاق مطلوب. مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. هذا كله يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لهم. لا تكونوا كالذين ينفقون رئاء الناس. إذن الإنفاق رئاء الناس كمثل الله مثل إنفاقهم فمثله كمثل صفوان، يعني صخرة كبيرة عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سمى الله الرياء هنا كفرا. فلذلك الكفر النسبي في القرآن تحدثنا عنه، الإيمان النسبي والكفر النسبي الذي لا يدركه أيضا الأخوة من شباب السلفية هدانا الله وإياهم. طيب إذن الإنفاق في سبيل الله له شروط. عندما يقول لا يستوي منكم من أنفق، طبعا هذه يردونها الأخوة السلفية حتى في من لم ينفق ولم يقاتل، وإنما أخذ 100 ناقة كمعاوية وأبي سفيان، تمام، ما أنفق أصلا، ثم أخذ هذا الآية في التحريض على انقلاب ثاني. معلش، لكن المقصود هنا أن الآية لو افترضنا الآيات لا حتى لو أنفقوا من قبل فتح أو قاتلوا ثم أظهروا السوء وأظهر أن لهم أهداف ما شملتهم الآية، لا تحملوا الآية فوق طاقتها، فكيف هم لم ينفقوا ولم يقاتلوا في سبيل الله؟ طيب، إذن قولهم إذن الله عز وجل أيضا في نفس الآيات. أصلا الإنفاق إيش معناه؟ الإنفاق معناه الإنفاق يعني في سبيل الله، ما هو في سبيل السمعة ولا المكانة ولا جبر الخواطر. الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخره. ثم يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ذكر مثال: بالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني في شروط طويلة عريضة في الإنفاق. فهل هذه يعني وحتى السنة تثبت أن فلان قاتل شجاعة، فلان قاتل رياء، فلان يعني أنفق رياء وكذا. ففي وقائع التاريخ تثبت هذا. ويعني والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن الإنفاق والقتال حتى لو قلنا حتى لو ما وردت إلا هذه الآية لما كفت، لأن هناك شروط. إذن لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل. هل تقصدون أنفق مطلقا ولو رياء ولو أتبعه منا وأذى، ولا تقصدون أنفق في سبيل الله بلا رياء ولا من ولا أذى ولا أمر للناس بالبخل وكذا؟ ماذا تقصدون؟ إذا قلتم نقصد هذه التي في سبيل الله أنه إنفاق بلا رياء ولا أذى ولا من، السؤال: كيف تعرفون أنهم جميعهم أنفقوا بلا من ولا رياء ولا أذى؟ إذن حتى هذا قيود قرآنية لا ينبغي إغفالها. وإذا قلتم بأنه لا، كلهم أنفقوا بلا رياء ولا من ولا أذى، فلماذا يعاتبهم الله في مواطن أخرى: لا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين؟ ولماذا يقول لهم يعني وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟
يعني لماذا للتو الآن في نفس الآية أولها وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أصلا ما في إنفاق أصلا. ثم إذا في إنفاق هناك من وأذى ورياء. ثم إذا تجاوزوا هذا هناك الخاتمة، هل ختموا أم لا؟ يعني القصة الهداية طويلة، ليست بهذه السهولة والاستخفاف التي يعني يتحدث بها البعض عن شرع الله وعن دينه، ليست بهذا. إذن أخذنا اللفظة الأولى أنفق، والمقاتلة نفس الشيء. هل تريدون استعراض من يجاهد في سبيل الله أو من يجاهد للرياء والسمعة ولا يخلص، أو يكون يسرب المودة الذين كفروا، أو يستحوذ عليهم ويمنعهم من المؤمنين، أو يتربص؟ في قصة طويلة. عدم العمق هو سبب الخلاف. عدم العمق في القرآن وتدبره بعمق هو سبب الخلاف اليوم بين المسلمين. الشيطان ساق مجموعة كبيرة بعصاه وبعجلته وبتزيينه، وخلاهم يزكون أنفسهم ويبخسون الناس أشياءهم. جعلوا من يتدبر أو عمموا، وإن كان ولحق الشيطان على جميع الفرق ووسوس لها جميعا والمذاهب، ولكن أنا أتحدث عن هذا الفريق المزكي نفسه لا يقبل الحوار أصلا. فلان يسب الصحابة وخلاص، فلان يسب الصحابة وعدو للصحابة وكذا، وممكن يستبيح دمه، ممكن يستبيح دماء الأمم من الأمم، لأنه خلاص سهلة. صارت صنما كلمة الصحابة أن تذاع في القنوات أنهم يسبون الصحابة، ويفترى على أمة من الأمم وتشن عليها الحروب بكل سهولة، يعني بكل سهولة. من الذي أعطاك أولا في مسألة صب الصحابة والتفصيل فيه؟ من الذي شرع يعني هذا التعميم في الثناء وهذه العقوبة على من لم يثني على الجميع؟ هذه كلها أحكام وضعية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والكافرون والفاسقون. هذه أحكام وضعية. عندما يقولون فلان يجب أن يقتل لأنه يحارب الصحابة، وقت يكونون كاذبين. أنت لم تحارب الصحابة لأنه يسب، أنت لا تسب الصحابة، وهو يبغض الصحابة، أنت لا تبغض الصحابة. يعني جهاد كامل مبني على كذبة ما يجوز. تستبيح تفجير مساجد، تقول لأنهم يسبون الصحابة، هذا ما يجوز، هذا غير صحيح. حتى لو كانوا يسبون ما في حكم شرعي. الحكم الشرعي في الحكم الشرعي في الآخرة على الظلم، يعني المظلوم من الصحابة كالمظلوم من غير الصحابة. من ظلم الله عز وجل يحكم بين العباد. أما العقوبات الشرعية في الدنيا هي ضد السارق والباغي وقاطع الطريق وقاتل النفس وقاذف الأعراض، وهكذا مبينة هي في القرآن. من أنت حتى تحكم بغير ما أنزل الله وتجعل كتبك العقائدية هي حكم أحكام مطلقة تضيفها إلى ما حكم الله؟ إذا ما الفرق بينك وبين الحكومات الذين تحاربهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله؟ ها أنت تحكم بغير ما أنزل الله وتستبيح الدماء بغير ما أنزل الله، نفس الشيء. طيب، إذا أخذنا لفظة مثل أنفق ولها شروط أصلا وليست مطلقة، ليس أي أنفاق. وقاتل ليس أي قتال. أصلا المنافقون الخلص كانوا ينفقون وكانوا يقاتلون، إذن لا بد من كانوا يغزون مع النبي. وتعرفون قصة المريسيع واختلافهم، اختلاف رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، ودعوها فإنها منتنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإسراعه بالجيش حتى لا تقوم فتنة بين المنافقين. وكان عبد الله بن أبي يقول لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هو مع النبي، هو خارج المدينة، تمام. فليس كل قتال وليس كل تغبير القدمين. من غبر قدميه، البعض يقول معاوية غبر قدميه، عبد الله بن أبي قبله غبر قدميه كثيرا. أنا لماذا أركز على معاوية؟ لأنهم يدورون حول معاوية، يعني كل الحجج ساقطة. يقولون دخل تراب في أنف معاوية مع النبي. طيب، وعبد الله بن أبي دخل تراب ولا ما دخل تراب؟ تعلم أن تجعل حججك قوية. تعلم ألا تعبد شخصا، أن تتعبد إلى الله بالنص، أن تتعبد بالبرهان، بالدليل، بالحجة، بالآية. لا تتعبد بالهوى والظن والشك، كل هذا مذموم في القرآن. تعبد باليقين. طيب،
إذا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح ما هو الفتح؟ يعني اللفظة الآية التي يلفظونها جميع ألفاظها لا يدركونها، جميع الألفاظ، الإنفاق والفتح والمقاتلة والدرجة والحسنى ووعد الله، كل هذا ما يلتفتون إليها أبدا. مثل مرة واحد زارني وقال أنت تخالف منهج أهل السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة. ما هو المنهج؟ من هم أهل السنة؟ ما هي الإمساك؟ من هو الصحابة؟ ولا لفظة ولا لفظة لما تحاورنا، ولا لفظة يجيدها، ولا لفظة يعرف معناها بعمق. وهذا يسبب فراق وبغضاء بين المسلمين. الجهل والمعلومات الكاذبة والمعلومات الوهمية هي التي تسبب هذا الضنك وهذا التفرق بين في البيوت. حتى داخل كل بيت تجد الابن خلاص قد آمن بفكرة. يا أخي اهدأ، وظف المشتركات، اعط مساحة للاختلاف على الأقل، دقق في الأدلة التي تستدل بها، تعمق في الألفاظ، انظر السياقات، انظر الألفاظ في آيات أخرى، وهكذا. الآن دعونا نأخذ كلمة الحسنى. ما هي الحسنى؟ ماذا وعد الله وما هي الحسنى؟ الحسنى طبعا إما الجنة أو مرتبة في الجنة، بس تعالوا نفتح لفظة الحسنى في القرآن. ومن هم المستحقون للحسنى؟ طبعا الحسنى في القرآن الكريم وردت حوالي 13 مرة. بعضها يتعلق بالآية، آية الحديد التي نحن لازلنا فيها، نعطي نموذج من التدبر، من توسيع الأفق، خاصة للشباب السلفي الذي يحتاج إلى أن ينظر إلى القرآن باحترام. لا يأتي القرآن متكبرا يخطف أي آية ويسرقها سرقة ويمشي، لا، تدبر وانظر القرآن، وانظر سياقاته، اهدأ الله يبارك فيك. الحسنى مثلا قول الله عز وجل أيضا في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم. أنا قلت لكم أن الضارة هذه فيها نظر، معنى الدرجة تمييز معروف، تمييز منصوب. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إلى آخر. انظر هنا الشروط ما هي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أولا في شرط للإيمان، فمن قعد وهو منافق ولا وهو متردد ولا ما يبغى الجهاد ولا كذا يختلف، صح ولا لا؟ حتى لو قال لو أنه مسلم، لو أنه صحابي، لكنه لم يقعد وهو مؤمن. يعني قد يكون صحابي لكن قد لا يكون مؤمنا، كما قال الله كان يعاتب: آمنوا بالله ورسوله ما لكم لا تؤمنون ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم. فالذين آمنوا لفظة عامة، الله يريد لفظة خاصة، يريد معنى خاص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، الله عرف وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال قد أفلح المؤمنون، وذكر شروط. ليس كل إيمان هكذا أنه لفظة نعترف أنك رسول الله في يوم آخر وفي إله وخلاص ريحنا، لا، ليست هذه. الإيمان قصة كبيرة درجات. نعم في مستوى عام من الإيمان يدخل فيه حتى المنافقين. إذا نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تشمل من الذين، ليس كل المؤمنين، وإنما يعني هذه الأحكام تشمل المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تنزل أحكام في الطلاق والمواريث والجهاد والبيع والشراء، هي إذا جاءت يا أيها الذين آمنوا المنافق ملزم بها. المنافق يعني مخاطب بها كما يخاطب غيره، كما يخاطب الصادق. ينبغي فهم هذه الأمور. إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هذا قيد، غير أولي الضرر، والمجاهدون فيش، ليس أي جهاد، والمجاهدون في سبيل الله، لا بد، ليس في سبيل رياء ولا في سبيل عنجهية ولا قيادة ولا ليقال شجاع ولا ليقال كذا. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد أبلغ من القتال، أو أوسع، الجهاد أوسع من القتال. القتال جزء، هو الجهاد بالنفس، وأما الجهاد فهو أوسع، الجهاد بالمال وبالنفس وبالعلم وبالأفكار إلى آخره. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هذا وعد الله. فمن تحقق هذا إذا تحقق في غيرهم القيود نفسها
الإيمان، الجهاد يكون لله في سبيل الله، ويكون بالمال وبالنفس، نفسها تقريبا. وعد الحسنى هنا في سورة النساء التي نزلت قبل هي كالحسنى في سورة الحديد التي نزلت بعد الحديبية، هذه كتلك. فلذلك ليس هناك تخصيص لفتح الحديبية أو فتح مكة. هم يقولون فتح مكة، طبعا الفتح هنا المراد فتح الحديبية كما قلنا، وكل من قبل فتحه وقاتل، المراد فتح الحديبية لأن السورة نزلت قبل. وهو الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كما قال براء بن عازب لما سئل ما هو الفتح قال أنتم تعدونه فتح مكة ونحن أصحاب رسول الله نعده فتح الحديبية. إذن فليش فتح مكة؟ لأن معاوية وأمثاله أرادوا تعميم هذا على فتح مكة، يعني يجعلون فتح مكة هو الفتح المراد، بينما الفتح هو فتح الحديبية. وهناك أيضا آراء تقول الفتح لم يأتي بعد على أي حال. إذن هذه الآية وكلا وعد الله الحسنى في سورة النساء هي نفس الآية في سورة الحديد، فنفس الشيء وعد الله الحسنى المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن هي تفسر أنفقوا وقاتلوا، صح ولا لا؟ تفسر لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل. كيف أنفق؟ كيفما اتفق؟ كيف قاتل؟ كيفما اتفق؟ لا، لازم في سبيل الله، ولا بد الواحد يكون مؤمن ويكون هدفه وجه الله عز وجل، هذا هو. طيب هذه اللي فيها كلمة الحسنى. في طبعا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وكذا، والله الأسماء الحسنى ليست مقصودة أو لا تتعلق بآيتنا، وإن أردنا إلا الحسنى. وفي آية في سورة يونس فيها كلمة الحسنى تتفق مع الآية الكريمة في سورة الحديد. الله يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الحسنى مرتبطة بالإحسان، الحسنى لأهل الإحسان. سؤال: هل من لعن عليا على المنابر وقتل أهل بدر وولى يزيد وسمى الحسن وقتل حجر واستولى على الأموال ومنع الأنصار، وهل أحسن حتى يكون من أصحاب الحسنى؟ أنا أخاطب الشاب السلفي. الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تذكر قول النبي يدعوهم إلى الجنة ويدعون إلى النار. هنا يقول إيش؟ أن عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعون إلى النار كما في صحيح البخاري. طيب لماذا تجعل بالغصب تجعل أصحاب النار هم من أصحاب الحسنى؟ والله قد فصل، جعل أصحاب النار هم الذين يكسبون السيئات وترهقهم ذلة وهم أصحاب النار. طبعا نعم هناك مشكلة ما أحب أن حتى أتحدث عنها الآن، لأنه أحيانا يعني يقولون هذا النص يعني لا نأخذ به لأنه زيادة في يعني رواه البخاري ولم يروه مسلم وكذا وما أشبه ذلك. طيب لو الزيادة هذه رواها البخاري في فضل معاوية بتأخذون بها، في فضله وطائفتها أكيد تأخذوا بها. طيب دعوكم من النصوص الحديثية كلها، انظر الوقائع المتواترة على الأرض، الجرائم، هل خلاص إذا من أجرى من الصحابة مثل كما قلنا مثل مسرف بن عقبة أو غيره، حتى لو ما في نصوص الدين يحكم على الجميع، من قتل وأكل أموال يتامى وقتل الأبرياء وسب الأبرياء وهدم الكعبة واستباح، ما يحتاج هذه. أنت تدين بفطرة، يعني فطرة الله التي فطرك عليها تدين بها، ترى هي لن تدلك إلا على خير. على أي حال من ألفاظ الحسنى أيضا يعني للذين استجابوا لربهم الحسنى في سورة الرعد. الله عز وجل يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ما هي الاستجابة في كتاب الله؟ ابحث
ابحث عن معنى الاستجابة ثم قسها على معاوية وعلى من تحب، يعني من أبو الأعور السلمي، مشرف بن عقبة، أبو الغادي الجهني قاتل عمار، زيد بن حسين الطائي من الخوارج، وحرقوس بن زهير السعدي من رؤوس الخوارج، والرجال بن عنف وصاحب مسيلمة وهكذا. قسها، قس الاستجابة، لا تكن هكذا تجزم بأنهم استجابوا خلاص تبغى تقفل الموضوع. لا تسبق الله، ترى وما نحن، الله يقول وما نحن بمسبوقين. تمام. لا حتى في آية أنهم لا يعجزون كذا، لا يحسب أن الذين كفروا سبقوا. معليش أنا بأخذ الآية لأني ما أذكرها أحيانا، أنا أحفظ بسرعة وأنسى بسرعة. نعم، يقول ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. ترى لا تسبق الله خلاص، ما هؤلاء في الجنة ولا في النار وخلاص أنت ما لك كلام. لا بقي الله، لا يوم الفصل لم يأتي بعد. وإذا قلت أنت لي أنا إذا فلماذا تفصل؟ أنا لم أفصل، إنما قلت هؤلاء أساءوا، والواجب التاريخي علينا والأخلاقي والمعرفي والإيماني أن نقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأت. نعم، فيه ناس نؤمن بأنه وردت فيهم نصوص أنهم في النار كأبي لهب، فنحن ما نعتبر أن سبقنا الله، وإنما اتبعنا ما أنزل إلينا من ربنا. وإذا صدقنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن فلان يدعو إلى النار، أو فلان مات على غير الملة، أو فلان كذا، نحن ما دام صدقنا بالحديث لم نسبق الله ولا رسوله. لكنكم أنتم تسبقون في الظالم وتجعلون في الجنة بناء على اجتزاء، تأخذون آية جبرا ولا تكملونها أصلا، ما تقرؤونها كاملة ولا سياقها ولا كذا. وهذا يؤدي إلى تناقض ترون، يعني ستتصادمون مع الأخلاق، مع القرآن، مع النبي، مع الواقع التاريخي. من الأقرب إلى الأمن؟ يعني هل هو الذي يعني يقول أنا لا أبرئ الظالم، ولا الذي يقول لا أسكت عن الظالم وخله في الجنة؟ هي هذه الخلاصة النهائية، أنه أسكت عن الظالم. طيب هل تسكتون أنتم عن الظالمين أو حتى عن الأبرياء الآخرين؟ ألا تقولون بأن المعتزلة في النار والشيعة في النار والإباضية في النار؟ طيب نفس الشيء، يعني على الأقل لا لماذا تقولون نحن نحكم؟ لماذا تحكمون على معاوية وعلى فلان وعلى فلان بأنهم سيئين؟ أو حتى من الناس من يقول أنهم يعني صح فيهم النصوص أنهم في النار. طيب أنتم تحكمون على الناس ما فيهم نصوص، كل الفرق في النار إلا أنتم، إلا فرقة واحدة، الباقي في النار. نفس الشيء. يعني البعض يقول اترك التاريخ يا أخي، انتهوا وماتوا وما لنا ولهم. طيب نفس الشيء أنت لماذا تحكم على الجهمية والمعتزلة والخوارج نفس الشيء ماتوا، وقتلت عثمان وقاتل عمر، لماذا؟ خلهم عند الله. يعني الجدل ما ينتهي. نحن لا نريد جدلا، وفي نفس الوقت لا نريد أن نضيع علينا هدى القرآن الكريم، لأن الله فصل الكتاب حتى تستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لم يفصل الكتاب حتى تستبين سبيل الصالحين، هي واضحة بالفطرة وبقواطع القرآن. وإنما الذي يخشى، يعني الله ما يخشى، لكن الذي يحرص الله علينا على معرفته هو معرفة سبيل المجرمين حتى نتجنبه. سبيل المجرمين ومذهب المجرمين وأهل الإجرام هم الذين يجعلون الناس يهدمون غايات القرآن. أما الصالحون، حتى يعني إذا فاتك مثلا مجموعة أنبياء ما تعرفهم ما يضر، نبي واحد يكفي. إذا فاتك مجموعة صحابة ما تعرفهم يكفي صحابيين صالحين تعرفهم. لكن إذا فاتك مجرم واحد أفسد عليك دينك. إذا فاتك رجل مثل معاوية ما تنتبه له، خلاص يخرب عليك الدنيا، يخرب مزاجك وعقلك وقرآنك وسنة نبيك وأهل بيت نبيك وصحابتك، خلاص كل الدنيا تفسد. ولذلك أهمية أن تعزل المجرمين عن طريقك إلى الله. لا تأتي إلى الله بمجرم معك، لا تأتي إلى الله وعلى يمينك مجرم وعلى يسارك مجرم أبدا. ائتي الله بكتابه بنبيه بما يشبه كتابه من سنة نبيه ما تطمئن إليه. بالصالحين القلة، خذ لك قلة تطمئن إليهم تماما 100%، واذهب إلى الله. ممكن حتى تأتي، لو تأتيه بكتابه لكفى. ولكن على من أراد كذا فلا يكثر من المصطحبين، لا يأتي إلى الله في وفد. الله عز وجل لا يغره الوفود ولا كثرة الوفود. الله يريد عملك ويعرف قلبك ويعرف عقلك وما أشبه ذلك، فانتبه لهذا. إذن
لازلنا في كلمة الاستجابة، بس الآن تأتي أقصد كلمة الحسنى بناء على توسعنا في آية الحديد التي تقول وكلا وعد الله الحسنى. ما هي هذه الحسنى؟ وذكرنا في سورة النساء ماذا تعني وكذا، بأنها من المستحقون لها، وأن هذا ليس غريبا وليس المراد بها فتح مكة، لكن هكذا يعني أخذتنا كلمة الحسنى أنها لأناس الله يعرف استحقاقهم للحسنى. إذا كانت الحسنى هي درجة في الجنة أو هي الجنة وهي فوق مرتبة عالية منها، وهكذا وصلنا إلى الذين يستجيبون منهم. أيضا فيها شيء عجيب، يعني لفظة عجيبة كأنها تقصد شباب السلفية وشيوخهم، والله أعلم. في آية، طبعا الفكر السلفي حاليا الموجود اليوم لا نعمم عليه، لكن الفكر المتطرف منها الذي يأبى ويعبد كلمة صحابة صحابة صحابة، هذا كأنها موجودة من قديم، كأن هذا الفكر من أيام النبي نفسه. ولذلك الله يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم فيه وفيكم سماعون لهم. في سلف من تلك الأيام، في ناس معظمين من تلك الأيام. وحتى في الحديث ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره، حديث صحيح عند ابن حبان وغيره بسند صحيح، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر. فكأن البطانة الشريرة هذه يعني يدعون لها أتباعها أنها لهم الحسنى ولهم، كأن الفكرة قديمة، لأنها فكرة شيطانية، لابد أن تكون قديمة بقدم الشيطان، ليس من اليوم، من قديم. فلذلك الشيطان هو حريص على وضع منافس للنبوة، منافس للقرآن، ومن جرأة الشيطان أنه يجعل هذه الفئة من أيام النبي، ربما حتى الآن تحت البحث هذه، تمام. وكما في جرأة الشيطان في رفضه للسجود لآدم ومعاندته، وحتى يوم طردها الله قال انظرني اليوم يبعثون، يعني رجل يعني شخصية جريئة الشيطان. فمن جرأته أنه له جهد استثنائي في عهد النبي، لأن النبوة النبي عليه الصلاة والسلام نبوة استثنائية خاتمة، ختمت النبوات ووضعت الأسر والأغلال، فلا بد أن يكون جهده استثنائيا. ربما يجعل لك قدوة من نفس من عهد النبي، والنبي نفسه ما يعرف حتى بعض الناس المنافقين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فوجد فيهم سماعون، واستطاع الشيطان أن يشق الصحابة الصادقين نصفين، نصف مع جماعته يعني مع المنافقين، ونصف ليسوا معهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني لماذا أنتم فئتين في المنافقين؟ فإذا كانوا والنبي حي والوحي ينزل وصاروا فئتين في المنافقين قبل أن يسلم معاوية، تبغاهم ما يكون فئتين بعد ما انتهاء الوحي وموت النبي؟ لا، يكون الأكثرية تكون مع ربما مع الباطل ومع أهل السوء والسيرة والنفاق والدعوة إلى النار إلى آخر. يعني تصوروا الآن، يعني حتى قاتل عمار الذي صح ابن حجر صحح قاتل عمار وسلبه في النار، وعندما ترجم له ابن حجر قال ولكن الصحابة كلهم عدول وكذا. يعني حتى الألباني السلفي رد على ابن حجر، يعني لم يستسغ الفكرة، قال يعني بمعنى كلامه يا ابن حجر النبي يقول هو في النار وانت تأتي تقول لا هو من أهل الجنة. يعني ما هذه مع أن ابن حجر ليس معاندا، يعني ابن حجر رجل واسع أفق قليلا، يعني ليس من أصحاب وصال وصفا، ومع ذلك خلاص شو الشيطان زرعه من قديم. على أي حال، من ألفاظ الحسنى يقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يعني هنا الآية تبين كأنه في ناس يصفون الكذب بأن لهم الحسنى، ما كأنها يعني كأنها تشمل على الأقل يعني الشباب المتفاخرين أو شباب الأخوة، شباب التيار السلفي هدانا الله وإياهم، يجعلون لهم الجنة ولسلفهم الجنة كذا بالكذب. يقول ويجعلون لله ما يكرهون،
لا يكرهون إيش؟ أنه يرضى عن الفاسقين، والله قال ما يرضى عن الفاسقين، ويحب الظالمين والله ما يحب يعني ممكن الاستدلال بهذه الآية، وكما قلت الآيات طبقات في التفسير، يعني طبقات في التدبر، ترشدك على أكثر من جهة، تميت الباطل في أكثر من جهة. أي آية لا تستخدمها فقط لإبطال باطل فقط، وإنما يبطل بواطل كثيرة في جهات متعددة. ومن جهة هذا الباطل تنطبق على يعني مجموعة الشباب السلفي الله يهديهم وشيوخهم، يقول ويجعلون الله ما يكرهون. يعني هم الآن يصفون الله بالعبث، والعبث لا يوردون، يعني يقولون لا نحن يعني إذا وصفتهم بالعبث غضبوا. يصفون الله بالجبر، وإذا وصفتهم بالجبر والإكراه غضبوا. يصفون الله بالرضا عن الظالمين ومحبة الفاسقين والمسيئين والقتلة وهدمة الكعبة وقتلة الحسين، وإذا وصفتهم بأنهم راضين غضبوا. يصفون الله يعني هذا، ويجعلون الله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، برضو زيادة، أيضا زيادة، يصفون بأنهم أهل الجنة وأهل الفلاح وأهل كذا، وسلفهم المسيئين والقتلة والمجرمين لهم الحسنى. هم يقولون وكلا وعد الله الحسنى بالغصب، يأخذون هذا، وهذا كذب، يكذبون على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني هذا التصحيح، يعني نصيحتي للشباب السلفي لا اترك المجادلات وكذا، دعك من فلان، وحتى أنا دعك مني. يعني ممكن أن إذا اهتديت أنت ما عليك، لا تتبع لا فلان ولا فلان، أنت فقط اهتدي، أنت فتح عقلك. طيب هذه من فائدة كلمة الحسنى، لو أنهم استعرضوها كما قلت التدبر الأمثل، أن تستعرض ألفاظ الآية في القرآن الكريم كله وتتدبرها. نذهب إلى بقية وأما من آمن في سورة الكهف، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن هل أبو الأعور وأبو الغادية ومستبيح المدينة مسلف بن عقبة ومعاوية هل آمنوا وعملوا صالحا حتى تكون لهم الحسنى؟ وهكذا يعني ما الحسنى ليست غريبة أنها لم تذكر إلا في سورة الحديد، ليست هكذا. فلذلك طبعا في تقريبا هذه ألفاظ الحسنى في القرآن الكريم. أختم في هذا الجزء الثاني بأننا تدبرنا آية واحدة في مسألة عدالة الصحابة وأنهم كلهم في الجنة وكل هذا الفكر السلفي الصنمي. للأسف فكر السلفي صنمي تسبب في مشاكل داخل حتى البيوت، فرق أسر واستباح دماء وكذا. هذا بحاجة أن يهذب. هذا الفكر استعرضنا أبرز آية يستدلون بها، وهي قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قلنا بأن هذه الآية لا يذكرونها كاملة، وهي هذه الآية تخص طائفة من الصحابة كانوا صادقين وينفقون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم وهم مؤمنين حقيقة، ويجاهدون في سبيل الله لا يرتجون بذلك. أما الآية فهي في سياق الذم للأكثرية إن صح التعبير، وما لكم لا تؤمنون، ما لكم لا تنفقون، ما لكم كذا، ثم استثنى الطائفة. يعني ترون إذا آمنتم بصدق وأنفقتم بصدق ترون سنعطيكم الحسنى، سواء تقدمتم في هذا الإنفاق والقتال أو تأخرتم، وهذا طبيعي. هذه عدالة الله عز وجل، أنه من أتى متأخرا من بني تميم من كندة من اليمن أتى متأخرا وجاهد وكذا، كالأشتر النخعي كميل بن زياد النخعي لا لهم الحسنى نفس الشيء. يعني ما فيه كتاب الله عز وجل ما فيه هذا الحصرية، يعني العنصرية، أنه لا فقط أناس مهما ظلموا مهما كذا لأنهم رأوا النبي خلاص انتهينا. لا، غير صحيح. أبو جهل رأى النبي أكثر مما رأوه. ليس ثبتوا أدلتكم، انطلقوا من اليقين.